السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة ان شاء الله. رجعنا لكم تاني في يوم جديد وفي معلومة جديدة من معلومات تربية الحمام بالشكل الصحيح. الحلقة ديت ان شاء الله هتكون حلقة مهمة جدا جدا للتحديق. تحديق الحمام لا غنى عنه في تربية الحمام، واي حد بيربي حمام ما يعرفش ايه هو التحديق ومش بيقدمه للحمام يبقى هو ما بيعرفش يربي حمام. ليه؟ لان التحديق زيه زي الكلفة المتوازنة بالظبط. هنتكلم ان شاء الله النهاردة بشكل مفصل عن مكونات التحديق. 8 مكونات تحديق مهمة جدا جدا واساسية جدا جدا في صحة الحمام، في فرخ الحمام، في رفع جهاز المناعي عند الحمام، في كل شيء بمعنى اصح يخص صحة الحمام وقوة الحمام عندك في الغية او في تربيتك للحمام. لو انت عايز زغلول حجمه كبير، التحديق. لو انت عايز زغلول ما يجيلوش اي امراض في فصل الشتاء او فصل الصيف، التحديق. لو انت عايز زغلول الريش بتاعه يكون متستف، الريش بتاعه يكون دايما بيلمع ونضيف، التحديق. لو انت عايز زغلول دايما صحته كويسه ورايح جاي ونشيط في المكان وبيتحرك بشكل طبيعي وما فيهوش اي مشاكل وجسمه حلو ومش مسيف ولا عنده اي مشاكل في جسمه، التحديق. التحديق مهم جدا 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 يا جماعه في غايه الحمام وفي تربيه الحمام. التحديق لا يقل اهميه من الاكل او كلفة الحمام المتوازنة. عشان كده بعمل لك الفيديو ده عشان تعرف محمد بيعمل ايه وبيجيب ايه في التحديق بتاعه، وازاي تقدم التحديق بالشكل الصح، وازاي يعني تحافظ على كمية التحديق اللي عندك منها تبوظ. وكل الكلام ده ان شاء الله هنتكلم فيه في الحلقة دي بشكل مفصل وعملي. هوري لك قدام منك الخلطة بنعملها ازاي وكل حاجة ان شاء الله بنعملها ازاي، ولكن محتاج منك حاجة واحدة بس: تشترك في القناه، تفعل زر الجرس على الكل، وتعمل شير للفيديو ده عشان خاطر يوصل لكل الناس على منصه اليوتيوب، وتعمل لايك. ولو عندك اي سؤال سيبولي في التعليقات، انا برد على جميع الاسئله يا جماعه اللي بتجيلي. ويلا بينا من غير كلام كتير نخش في التفاصيل. قناه فن تربيه الحمام هي دليلك الشامل في تربيه الحمام بكل انواعه. ومش بس كده، كمان بنقدم لك تربيه الارانب بكل انواعها، وتربيه عصافير الزينة بكل أنواعها، وكمان بنقدم لك تربية الفراخ البيضة والساسو والبط والديوك الرومي. كل ده عملناه داخل القناة بتاعتنا، وكمان وفرنا لحضرتك رابط موقع إلكتروني خاص بالقناة هتلاقوا موجود عليه جميع المقالات الحصرية بتاعة القناة بتاعتنا. المكون رقم 1 معانا يا جماعة في التحديق هو الرمل. تمام؟ الرمل ده انا هزه كويسه جدا ومنعمه زي ما انتم شايفين كده. تمام؟ ده سهل جدا وموجود في اي مكان. طيب المكونات بقى اللي معانا التانية، اول حاجه كده ده الجير المطفي. الجير المطفي ده بيتجاب من عند بتوع الناس بتوع الحدايد والبهيات. تمام؟ بتقول انا عايز جير مطفي، هو عارف بتاع الايه، بتقوله للحمام او للفراخ وكده، هو فاهم بيعمل ايه. طيب ايه تاني؟ اول حاجه معانا السمسم. تمام؟ ده سمسم ني، وتجيبوه ني يا جماعه، ما تجيبوهوش اللي هو متحمص المستوي، لان الني هو اللي بيكون فيه الزيوت بتاعته محافظ عليها وكل حاجه فيه زي ما هي، الابيض الني. تمام؟ الكميه ديت ب 15 جنيه، ممكن تجيب ب 10 او ب 15. انا هعمل كميه تحديق تكفيني سنه. تمام؟ ادي اول كده منتج، ده بقى اللي بفلوس يعني. المنتج رقم 2 الحلبة. طبعا في الاول السمسم ده، ليه؟ السمسم ده فيه كمية زيوت غير طبيعية للحمام، بتساعد الحمام في لمعان الريش بتاعه وبتخلي دايما ريشه بيلمع ونضيف. الحلبة الحصى دي برضو ب 15. الاكياس دي كلها ب 15 يا جماعة، كل كيس ب 15 جنيه. الحلبة الحصى زي ما انتم شايفين اهوت، برضو الحلبة طبعا طارد للديدان ومنشط قوي للخصوبة، منشط قوي جدا للخصوبة يا جماعة الحلبة، وطاردة للديدان، لان الحمام لما بياكلها وبيعملها اعزكم الله في الزبل بتاعه بتطلع ريحة نفاذة فبتطرد الديدان من المكان. طيب ايه تاني؟ ده حبوب او بذور الجرجير. بذور الجرجير برضو من المنشطات الجنسية المحترمة جدا والممتازة جدا والطبيعية. طيب ملح الطعام طبعا عشان خاطر نسبة الملح عند الحمام ونسبة الأملاح.
الفلفل الاسود الحصى برضو ده بيسخن الحمام وبيخلي الحمام دايما سخن وزايف على الاناث. تمام، ده بيحمي الحمام وبيسخنه وبيخليه دايما زايف على الاناث ودايما عايز يتجوز. بذور الفجل برضو من المنشطات الجنسية الطبيعية ومن الحبوب الممتازة جدا جدا. حبة البركة، وهي دي بقى ديت الحاجة السحرية اللي موجودة. حبة البركة يا جماعة بتمتاز برافع للمناعة ومنشط للجهاز المناعي، وبتخلي الحمام تحميه من التعرض بالإصابة في البرد، التعرض للإصابة بالإنفلونزا والبرد والكحة والحشرجة ومشاكل مشاكل الأمراض التنفسية بتاعة فصل الشتاء. طيب احنا بنعمل ايه؟ بنمسك بقى احنا كده كل المكونات دي اهو، بنفضيها بالشكل ده كده على بعضها. تمام اهو، كله كده بيتفضى كده قدامكم اهو، كل الاكياس بتفضيها على الرمل. تمام. طيب في ناس هتقول لي طب انت يا عم محمد ما حطيتش الطمي اللي هو الرطش اللي هو معروف في مصر اللي هو الطينه الناشفه. هقول لك لو الموجوده عندك حطها مفيش اي مشكله. هتقول لي طب يا عم محمد ما كسرتش طوب احمر وحطيته ليه؟ هقول لك برضه لو عندك طوب احمر حط منه مفيش اي مشكله. تمام، الكلام ده كله مفيهوش اي مشاكل ان وجد. انا بجيب لك الحاجات اللي هي مهمه، العناصر المهمه في الموضوع. تمام اهو، وشويه الجير برضه زي ما انتم شايفين اهو. ماشي، كل حاجه بقى يا جماعه قدامكم بشكل ايه؟ عملي. تمام اهو. هنخلط بقى احنا كل الكلام ده مع بعضه مع الرمل بشكل كويس جدا، تخلطوا خلطه كويسه جدا، وهوريهولك ان شاء الله لما نخلص الخلطه ديت كلها ونجمعها. ادي كده يا جماعه بعد ما خلصنا اهو. تمام، الخلطه خلطناها كويس جدا. طبعا عايز اقول لكم ان الريحه ممتازه وحلوه جدا جدا، والحمام بيعشق حاجه اسمها تحديق اهو، زي ما انتم شايفين المكونات كلها قدامكم اهي. تمام، بعد كده انا بشيل السطل ده يا جماعه يكفيني لمده سنه كامله. سنه كامله. خسرت قد ايه؟ دفعت حوالي 100 جنيه في الموضوع ده كله. تمام، ولكن استفدت اهو. تمام، واجي جايب لهم طاجن كده اهو زي ما انتم شايفين فيه التحديقه، وبتكون مركونه على جنب كده في ركن كده في الاوضه بتاعتك. الحمام هتلاقيه دايما بيروح يملح منها ويحدق منها وياكل فيها بشكل طبيعي جدا. لو انت عندك سلكات بكل بساطه بتحطها في الطواجن بتاعه البيض اللي بيبيض فيها الحمام، بتاخد كده كبشتين كده بايديك كده وتحطهم في قلب الطاجن، والطاجن الحمام بيبيض فيها وبياكل منها وبيملح منها ومفيش اي مشكله اهو زي ما انتم شايفين. ديت ما تتقطعش، يعني الطاجن ده كل ما يخلص تعبيه. لو عملوا فيه ميه او اي حاجه من ده او بهدلوه وسخوه بتكب اللي فيه وتنشفه كويس وتحط منه تحديقه جديده. ولكن هم الحمد لله هتلاقوهم بيقبلوا دايما عليه وبياكلوه بشكل غير طبيعي. يعني ده اساسي عندك، اساسي 24 ساعه متقدم قدامهم الطاجن يكون فيه التحديقه بالشكل ده. تمام كده، يا رب تكونوا تستفادوا بالفيديو ده. اشوفكم ان شاء الله في يوم جديد وفي معلومه جديده.